الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختامها مسك. هذه الدنيا يا أحبابي هكذا تكون، ما دخل رمضان إلا والآن يفارقنا، فنستخلص بختامها مسك هذه الأمسية الكلمات. أولا، سبب سعادتك هي صلاتك. نتعلم من رمضان ان سبب السعاده هي صلاتك. لو عندك مال ونساء وسيارات وعقارات فانت غير سعيد. السعيد عندما تقف بين يدي الله وتشكو همك لله، فاعلم انها سبب سعادتك. فوصيه لكم اخواني والناس السامعين: اصلي، اركع، والنبي محمد، وان آل رسول الله، وان اصحاب رسول الله، ورمضان انتهى. هكذا الدنيا. فانت تريد سبب من اسباب السعاده، حافظ على صلاتك. ثانيا، ان الله تعالى حي لا يموت. الله سبحانه وتعالى حي، احنا نموت. يعني رمضان الجاي كلها صوت ما تسمعونه بعد. راح الله يروح مكانه. فين دوخنا؟ اي راح حطه بقبر. يا اخواني، اي والله سبحانه وتعالى شاء واطال عمر ابليس. قال اجعلني من المنظرين. ابليس ليش طول عمره؟ لهذا دقه كل يخليك على الصلاه. حق شو تصلي؟ حق شو تروح بيت الله؟ حق شو تصوم؟ حاول اكفر بالله، انتحر، اقتل روحك. ابوك اسرق، واذا بابليس يريد دخلك بنار جهنم هو مروه. تجيبك انا بعدي بنار جهنم ليش؟ خل اجيب وياي بنادم وقودها الناس والحجاره. حسن. ثالثا، سبب السعاده القران الكريم. رسالة لأولادي، أحبابي، إخواني، القرآن الكريم أقرأ، أختمه بس برمضان وغير رمضان. أقرأ، أتأمل معانيه. يا شباب، احفظ كتاب الله، وصية فهي سبب سعادتك. الله نزل القرآن في شهر فسمي شهر رمضان مبارك. هذا رمضان نزل 17 من هذا الشهر، 17 رمضان. فكيف إذا كان هذا القرآن في قلبك؟ يوم من علامات الساعة وآخر ساعة ترفع الحروف من هذا الكتاب، تفتح معك كلمات، وإذا بقلبك القرآن. يعني هذا القرآن بين يدينا راح يشبع التراب، ما حد يقلبه إلا ما رحم ربي. أكو ناس كلها تراب ما يقلبونه. وتالي خلي بقلبك، خاطر للناس، تصلي للناس على قلبك. هذا القلب راح يمتلئ نور. الرابع، اتعامل ويا الناس بقلب طيب واسامح، لان احنا بشر، احنا نقصر، احنا بشر، لان نخطأ. ماكو واحد معصوم، احنا نخطأ ونقصر. فاذا كان فاسامحك، الله يسامحك، سامح الناس. الله مو احنا نقول يا ربي يعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. هسه كلنا حاضرين وسامعين. ما عندك ميت، عندك يا اما زوج او بنت او ولد او ذريه او يد او ابو، وين ذهبوا؟ الى الله. ومن اكرم من الله؟ انت راحوا عند الكريم سبحانه، هذا العظيم جل جلاله رب العالمين عنده سبحانه وتعالى. هو بصير بعباده، ونحب نطمع ان يغفر لنا ولهم. انت اذا انا متت او انت متت واذا بالله تعالى يرضى عنك، ناجح، امتياز، اعفاء، دخلوا بعبدي الى الجنه، ما تفرح؟ اللهم ارزقنا والحاضرين يا رب العالمين. نفرح يا اخواني، نفرح. فاذا سامح الناس، فإن اخطأوا
إذا بسبب الحزن يزيدك المرض هم وألم قلبك لما جلطك وتموت. فلا تخلي بقلبك، اتكل على الله، وزن الساعة اتكل على الله. فالله سبحانه وتعالى هو بصير بعباده، خذ حقك بصير بعباده من رب العالمين. راح ترتاح نفسيا، راح تعيش براحة. ثم اعمل لدار فانية. ما دخل رمضان الا الان، هاي اخر جلسه معكم بعد العصر. هاي الدنيا رمضان، فاعمل لدار فانية. اجد واجتهد، ادعو الله سبحانه وتعالى، دائما ادعو الله في كل وقت، والله يصلح حالنا ويفرج همنا ويرحمنا وهو ارحم الراحمين. واوصيكم ذلك بالعلم. احنا مشينا مع البخاري والامام مسلم، رحنا للموطأ، يعني حياه هؤلاء العلماء. فان شاء الله نستمر على ذلك بما حتى يقبض الله تعالى هذه الروح. اللهم ارحمنا والحاضر يا رب العالمين. اللهم اجعل علينا الاعياد سعاده وسلامه يا رب العالمين. اللهم سلم العراق من كل شر وبلاد المسلمين يا رب من كل شر. اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، والحروب وابعد عنهم الحروب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عليهم خير، يعود عليهم بخير وسلام. اللهم سلم للمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماءهم وصنع اعراضهم. اللهم ارحم امواتنا جميعا والحاضرين يا رب. اللهم اجعلهم من اهل الجنه. اللهم اجعل ما دعوناه وما دعاء يصل يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم وارحمنا اذا صرنا الى مثل ما وصلوا اليه يا رب العالمين. ليس لنا رب سواك سبحانك. اللهم انا عندنا اولادا وذريه واطفالا مرضى وعيالا ونساء، فشافهم يا رب العالمين. شافي ابائنا وامهاتنا يا رب العالمين، وابعد عنهم كل سوء. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم بارك من اراد الزواج يا رب، اللهم بارك له في ذريته وزوجته، وبارك لمن ارادت الزواج بزوجها. اللهم بارك بالحاضرين واغفر لنا اجمعين.